أهلاً بيكم في فيديو جديد على قناتنا. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ. الحكاية النهاردة بتبدأ مع ليلى قاعدة مع أختها الصغيرة أروى في فيجي علشان يقضوا أجازة مع بعض. وهم قاعدين في المطعم ليلى فجأة ما قدرتش تستحمل أكتر من كده وقررت تفتح قلبها لأروى. قالت لها: أنا اكتشفت إن جوزي بيخوني ومعاه واحدة تانية. أروى اتصدمت وقالت: طالما انت عارفة ليه لسه عايشة معاه؟ ليلى قالت: هو لسه ما يعرفش إني كشفاه، وكمان الست التانية حامل ومش عارفة أعمل إيه. الصدمة الأكبر لما أروى اعترفت إنها كانت عارفة من زمان وحاولت تقنعه يبطل خيانة، بس هو ما سمعش كلامها. ليلى اتعصبت عليها جامد وبدأت تلومها إنها ما قالتش من الأول. حصل بينهم خناقة وأروى قامت سابتها ومشيت وهي متعصبة. تاني يوم كان المفروض يرجعوا مصر. ليلى وصلت المطار وفضلت مستنية أروى، ولما كلمتها ما ردتش والطيارة فاتتها، فاضطرت تركب طيارة تانية لوحدها. وأول ما الطيارة طلعت حصل مطب هوائي جامد والكل اتخض. الطيار طلب من الركاب يربطوا الأحزمة. بعد شوية الأمور هديت، لكن فجأة العاصفة رجعت أقوى وجزء من الطيارة ولع والناس كلها صرخت. الطيار حاول يسيطر بس الطيارة خرجت عن السيطرة ووقعت في الغابة. بعد أيام أروى عرفت إن فرق البحث وقفوا عمليات الإنقاذ، وقالوا إن الطيارة وقعت في البحر وكل اللي عليها ماتوا. حتى شركة التأمين أعلنت وفاة ليلى، لكن أروى كان عندها يقين إن أختها لسه عايشة لأن لسه محدش لقى حطام الطيارة. وفي يوم أروى اكتشفت إن كارت الفيزا بتاع ليلى اتستخدم في محل في فيجي من 3 أسابيع بس. فرحت جدا وحست إن أختها أكيد عايشة. راحت لجوز ليلى وقالت له: ده ممكن يغير كل حاجة. بس جوزها قال: يمكن حد سرق الكارت بعد ما ماتت. أروى ما استسلمتش وسافرت فيجي تدور بنفسها. وهنا القصة ترجع لورا. وقت ما الطيارة وقعت ليلى فاقت من الحادثة وكانت مصابة إصابات خفيفة. الطيار كان لسه عايش وطلب منها تساعده يطلع المصابين. ناس كتير ماتوا بس في الآخر فضلوا 6 ناجين: ليلى، الطيار، رجل أعمال اسمه رامي، شاب اسمه فارس، ست اسمها هالة ومعاها ابنها الصغير، وكمان راجل كبير في السن. المكان كان جزيرة مهجورة، لا شبكة ولا أي مراكب معدية. الأكل كان قليل جدا فجمعوه في مكان واحد وبدأوا يقسموه بينهم. هالة كانت تعبانة والولد كان جعان، فليلى راحت تتمشى بيه تهديه. شافت تمساح، جريت على طول ورجعت. بعدها شافوا مركب من بعيد وحاولوا يولعوا نار علشان يشوفوهم، لكن الولاعة اختفت. الكل بدأ يشك في بعضه والمركب مشي وما شافهمش. بعدها فارس استخدم مسدس الرمح بتاعه علشان يصطاد سمك، وليلى لقت شجرة شوكولاتة محبياها حد منهم. حصلت خناقة كبيرة والراجل الكبير حس إنه عبء عليهم وانتحر وغرق نفسه. ليلى حزنت جدا، وبعدها شافوا حاوية في البحر. ليلى نطت تجيبها لكن كادت تغرق. فارس أنقذها. فتحوا الحاوية لقوا جواها مكوة شهر بس. فارس عمل فكرة مجنونة، فك الأسلاك من المكاوي وعمل طوق نجاة يكفي شخص واحد. قرر إنه هو اللي يروح يجيب المساعدة، لكنه قبل ما يمشي قعد يعلم ليلى إزاي تصطاد بمسدس الرمح علشان تقدر تعيش. وبعد فترة ليلى بدأت تحبه وهو كمان حبها. بالليل اديته كارت الفيزا بتاعها علشان لو خرج يقدر يستخدمه، لكن في نص الليل الطيار سرق الطوق وحاول يهرب. ليلى شافته وضربته بالرمح وأصابه بس نجح يهرب. نرجع للحاضر. أروى وصلت المحل في فيجي وشافت فيديو الكاميرات واكتشفت إن اللي استخدم الكارت هو الطيار نفسه. اتصدمت وراحت تدور عليه لحد ما وصلت بيته. هناك قابلت بنت قالت إنها بنته، لكن أروى اكتشفت إنها مش بنته الحقيقية. أروى لقت شنطة فلوس في الدولاب والبنت وجهت عليه مسدس. فجأة الطيار دخل وضرب البنت وفقدت وعيها، وأخد الشنطة وهرب هو وأروى على الموتوسيكل. أروى سألته عن ليلى فقال لها إنها ماتت وإن حياته في خطر ومش لازم يعرف حد إنه عايش. لكن مكالمة جات لهم من البنت التانية اللي قالت إنها خطفت بنته الحقيقية وهددت تقتلها لو ما جاش. الطيار راح لها وهي هددته وقالت له لازم يوديها الجزيرة وإلا هتموت بنته. وافق واستأجر طيارة ورجع الجزيرة وهو مش عارف إن أروى ركبت الطيارة من وراهم.
هناك في الجزيرة ليلى وفارس وهالة وابنها ورامي كانوا عايشين كأنهم عيلة. ليلى كانت عايزة ترجع تشوف أختها، لكن فارس كان عايز يفضل هناك. بالليل ليلى اكتشفت إن هالة هي اللي سرقت الولاعة في اليوم اللي المركب مشي فيه. حصلت خناقة وهالة جريت على الشاطئ وزعلت. بعدها ليلى سمعت صوت عالي وجريت على الشاطئ، لقت رامي بيعيط وقال إن هالة نزلت البحر. فارس نزل يدور عليها بس ملقاهاش. ليلى شكت إن رامي يمكن قتلها وفضلت خايفة. وفي نفس الوقت الطيار شاف أروى وقال لها هيوديها عند أختها. البنت اللي كانت مع الطيار حاولت تقتلهم وضربت الطيار بالنار، لكنه هرب بالمركب مع أروى وقال لها الحقيقة. رامي هو اللي خطط لكل ده. هو رتب مع الطيار يعمل هبوط إضراري علشان يقتل هالة، لأنها كانت بتبتز بعلاقة قديمة بينهم وكان عندهم ابن سوا. لكن العاصفة خربت الخطة والطيارة وقعت بجد. بعد ما الطيار قال كل حاجة مات من الإصابة بتاعته. تاني يوم أروى وصلت الجزيرة ولقت أختها. الاتنين حضنوا بعض وكانت لحظة مؤثرة. قالت لها لازم نمشي، لكن ليلى قالت إنها بتحب فارس ومش عايزة تسيبه. رجعوا للكوخ لكن رامي كان حابس فارس وعايز يموته. ليلى هجمته وقتلته وخلصت كل حاجة. أروى والطفل ركبوا المركب ورجعوا، لكن ليلى قررت تعيش مع فارس على الجزيرة وتبدأ حياة جديدة. أما بنت الطيار فلقت الفلوس وفرحت بيها. وهنا تنتهي حكايتنا النهاردة. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتكتبوا رأيكم في الكومنتات. سلام!